في 2007 دكتور روبن ستيرن أصدرت كتابها الشهير The Gaslighting Effect. دكتور روبن ستيرن هي عالمة نفس وباحثة، واتكلمت عن الجيسلايتنج إنه الشخص اللي بيستخدم النوع ده من التلاعب بيمسك الضحية بتاعته جوه الشبكة، يلفها ويحاول ينحت في الروح والجسد بتاعها عشان يقنعها تماماً بإنها تتناسب مع القالب اللي هو عايز يحطها فيه، زي إنه يقلل منها أو يحسسها إن هي مختلفة تماماً. وهنا بقى الموضوع مش بيحصل في يوم وليلة كده، لأ، الموضوع بياخد سنين عقبال ما بينحت الروح بتاعتك لحد ما يقنعك تماماً إن أنت الشخص اللي هو عايز يقنعك بيه، وتبدأ تتصرف على أساسه، وتبدأ كل نجاحاتك ومهاراتك تكون بناء على اللي الشخص بناهولك جوه أفكارك، وتبدأ تبقى حد تاني بدون إدراك. دكتور روبن وصفت التلاعب النفسي ده بأنه تلاعب خبيث. الشخص بيحطك جوه الشبكة بتاعته ويبدأ إن هو يقفل عليك ويحصرك في دور معين لدرجة إنك بتلعب الدور ده بجد من غير ما تدرك إنت إيه التلاعب اللي حصل معاك. بس النهاردة في 2026 كان المذهل إننا بنمسك مصطلحات زي الجيسلايتنج وزي الشخصيات النرجسية والأنماط اللي احنا بنستخدمها جوه العيادات لمجرد إن احنا نصنف الأنماط الشخصية بنستخدمها على طريقة الترند. بقت مصطلحات معلبة، نمسك الأشخاص نشوف كام حاجة تتناسب معاهم ونصنفهم بدون أساس علمي بالمرة، لدرجة إن إحنا بقينا بنقتنع إن كل الناس اللي حوالينا بيعملوا معانا جيسلايتنج، بالرغم من إنه الناس ممكن تكون بتدينا نصيحة بجد، فنبدأ نفوت النصايح ونفوت الكلام ده لمجرد إن إحنا نحطهم في العلب اللي إحنا حطيناها وكتبنا عليها مصطلحاتها. وهو ده المرعب بجد، مش المرعب إن إحنا نقابل نمط مؤذي، لأ، المرعب إن إحنا نبقى قاعدين متخيلين إن كل الناس اللي حوالينا أنماط مؤذية بجد، لمجرد ان احنا فكرنا ان احنا كلنا درسنا علم نفس. ما انت بتشوف فيديوهات بقى. المرعب اكتر اننا لما بقينا بنختلف مع حد فنتخيل ان هو بيحاول يوهمنا ان احنا غلطانين لمجرد ان هو يحطنا جوه الشباك بتاعته، فنبدأ ما نبصش هو احنا بجد غلطانين ولا لا، فيحصل خلاف كبير جدا ونخسر أشخاص كتير جدا لمجرد وعينا وإدراكنا إنه الناس دي فعلا بتتعامل معانا بأنماط مؤذية وإحنا ما درسناش ده بجد. اللي هيخليك أو هينقذك من الفخ ده دايما إعادة التقييم لكل شيء أول بأول. يعني دايما لازم تعمل إعادة تقييم لنفسك، ومش كل مدة كبيرة، يعني أقصى مدة تقعد فيها على سهو عن نفسك هي شهر. لازم تعمل إعادة تقييم لتصرفاتك، وتعمل إعادة تقييم لمهاراتك، وإعادة تقييم لعلاقاتك. يعني تمسك ال3 حاجات دول وكأنهم سلات فارغة، وتمسك كل سلة فيهم وتكتب كل اللي انت مريت بيه في الوقت اللي انت سبت نفسك فيه بدون تقييم، وتبدأ تشوف نفسك قبل الشهر ده كنت ازاي، وبعد الشهر ده كنت ازاي، وايه اللي اتضافلك في العلاقات دي وايه اللي ما اتضافلكش. طيب ايه الهزار اللي كان فعلا معنويا بيهدمك، وايه الهزار اللي مش بيهدمك. طيب ايه بالظبط الموقف اللي انا مريت فيه مع الشخص ده وكنت حاسس ان انا محتاجة اعدل بعض السلوكيات او الامور بينا وما عملتهاش. اعادة التقييم بيخليك تعمل اعادة هيكلة، ودي مرحلة هدم وبناء. لو انت قمت بيها مع نفسك من هنا هتبدأ التطوير، او من هنا هتبدأ التقييم. تبدأ تعرف انت فعلا في علاقات صحية بجد ولا انت بتمر بتلاعب نفسي. تقدر تعرف انت في وظيفة بجد ولا انت بتمر بنوع من انواع الاحتراق وانا محتاج اغير بعض السلوكيات وبعض الامور عشان تتناسب معايا. البيئة الآمنة اللي انت هتعملها لنفسك عن طريق إعادة التقييم هو ده بالظبط اللي هيبنيك على المدى البعيد، أو على الأقل هيكمل معاك لمدة طويلة، ويخليك دايما وانت بتكمل في الحاجة مش مضغوط، مش بيتم التلاعب بيك، مش غافل عن علاقاتك أو بتتحط في قوالب وبعد سنين تكتشف انك حد معين، ومن هنا بيبدأ الموضوع يتغير.
يتغير في نفسيتك وفي شخصيتك. طيب أنا اكتشفت إن أنا متضايق من موقف من الشخص ومش عارف أقيم. لازم أبدأ أطلب الحاجات بصيغة أنا كنت محتاج إنك تبقى موجود. ممكن المرة الجاية تبقى موجود. أنا كنت محتاج إنك تدعمني في اللقطة دي. ممكن المرة الجاية تبقى تدعمني أكتر من كده. لكن مرميش عليه العتاب واللوم فيبدأ هو بعديه هيحس إنه ما كانش فاهم كان المفروض يعمل لك إيه بالظبط. وضوحك في المواقف دي بيخليك تبدأ تعيد هيكلة علاقاتك. يعني لو ضايقك كلمتين في هزار كده لمجرد إنه الشخص مثلا كان بيتريق عليك، فممكن أرجع أقوله طب بص أنا النوع ده من الهزار بيهدمني نفسيا بجد. ممكن المرة الجاية لما تيجي تهزر معايا بلاش إنك تقولي الحاجات الايشوز بتاعتي كده في وسط الهزار. من هنا بقى هتبدأ تقيم هي الناس دي بتقوم معاك بتلاعب بجد ولا مش بجد. ومن هنا هتبدأ انك تطلب الحاجات اللي بتضايقك دايركت، فيبدأ يجيلك الاهتمام والدعم دايركت برضو. فانت بتكسب نفسك مرتين مش مرة واحدة. عام 1974 دكتور إليزابيث عملت تجربة ونشرتها عن ان الانسان ممكن يقتنع بحاجات هي ما حصلتش اصلا وما كانش ليها اي اساس من الصحة، لمجرد ان هي حصلت قدامه كتير جدا فبدأت تدخل في عقله وادراكه. مع الوقت بيبدأ يدرك ان هو نفس الشخص ده بنفس العيوب بنفس النمط الغير صحي. ومن هنا بقى تبدأ تشك بجد في نفسك وفي قدراتك. كل اللي أنا محتاجاه منك أو الخلاصة بتاعت الموضوع إنك ما تحطش كل الحاجات اللي بتحصل في حياتك تحت مسميات. حاول إن المسمى اللي أنت تحطه لنفسك يكون هو مجرد إعادة وعي ليك. يعني دايما تقيم الحاجات اللي حواليك والظروف اللي حواليك عشان ما يتمش التلاعب بيك. طب لو أنا في بيئة غير آمنة فعلا وبيتم التلاعب بيا، إعادة التقييم هتخليك تكشف الكلام ده أول بأول، فمش هتعاني من الاحتراق النفسي إنك قعدت سنين في مكان وإنت ما كنتش عارف إنك بجد متضايق. من هنا بقى هتبدأ إنت تختلف، وعيك يختلف ورحلتك تختلف، تبقى مدركها إنك لازم طول الوقت تكتب مميزاتك والشيء اللي بيميزك عن الناس الباقية اللي حواليك، وتكتب برضو العيوب اللي انت حاسسها من الأمور اللي حواليك. تبدأ تشوف ايه اللي مخلانيش الفترة دي ان انا اطور في نفسي ولا اطور في قدراتي، ايه اللي خلاني قاعد فترة طويلة في مكاني، ايه اللي خلاني قاعد فترة طويلة مع الاشخاص دول. سواء هكتب مميزاتهم وعيوبهم، هكتب مميزاتي وعيوبي. في الاول وفي الاخر انا محتاج طول الوقت ان انا احب نفسي بجد، ان انا اكون في وسط بيئة آمنة وداعمة. ومع نفسي كمان لازم أبقى داعم وأكون عارف أطورني إزاي وعارف أنا واقف فين وعايزة أبقى فين. ولو ما تعرفنيش أنا كوتش مديحة بالمناسبة، وعشان تشوفني تاني فمحتاج تعمل لي فولو وشير بقى كمان بالمرة. وبس كده، باي باي.